حكاية مثلنا النهاردة بقى مختلفة تماماً عن الحكاية أو المعنى المتعارف عليه. لما مصر وقعت تحت الاحتلال الروماني، الرومان فرضوا ضرائب تقيلة أهمها ضريبة كانت على القمح. الفلاحين يحصدوه ويتشحن على روما عشان تأكل شعبها وجيشها هناك. وبعدها في العصر البيزنطي خلوا اسكندرية مركز للحكم، واستمر شحن القمح من مصر للقسطنطينية. الشحنات دي كانت بتكفي يخبزوا بيها 80 ألف رغيف كل يوم. تخيل ده يتعمل من كام إرداب قمح، من تعب المصريين وشقاهم. الظلم الحقيقي إن القمح ده أو الميرة زي ما كان بيتسمى زمان، وبالمناسبة كتير من الدول العربية بتسميه ميرة لغاية دلوقتي، كان ممنوع عن الفلاح المصري إنه ياخد منه حبة إلا بأمر من الحاكم نفسه. وكانت الميرة بتتشون في صوامع ترابية لحد ميعاد الشحن. عشان كده الفلاحين ما كانش قدامهم غير إن هم يدوروا في تراب الصوامع، يمكن يلاقوا شوية قمح وقعي. وعشان كده قالوا إن فتك الميرة اتمرمغ في ترابه اللي حرفناه بعد كده الميري. بس الموضوع ملوش أي علاقة بالشغل الحكومي أو العسكري زي ما الناس كانت فاكرة، وأنا أولهم. ومن يومها والمثل على لسان الكل.